هو هل رأي الناس مهم؟ يعني انا ممكن اكون في حاجة نفسي اعملها ولكن خايف اعملها بسبب ان انا مش عارف رد فعل الناس هتكون عليا ايه. في الحقيقة دي مشكلة وانا بواجهها. انا في بدايتي ان انا اصنع محتوى دايما كان عندي فكرة ان انا مش عارف رد فعل الناس قصادها هتبقى ايه، الناس دي هتتريق ولا هتقول ايه. ولكن فعلا نظريتي اتغيرت من فترة قريبة جدا. خليني اضرب لك مثال وانت المثال ده بقى طبقه على حياتك، على الحاجة اللي انت عايز تعملها وخايف الناس تقعد تتكلم عليك فيها. انا مثلا كان نفسي ابدا كونتنت على انستجرام، بس الفكرة ان انا كان عندي صحابي كتير جدا على انستجرام وانا مش عارف صحابي دول هيتكلموا عليا هيقولوا ايه. بس طبعا الكونتنت اللي انا هقدمه هو كونتنت طبي ما فيهوش اي مشكله، ولا مثلا بهين في نفسي ولا بعمل اي حاجه. بدات ان انا انزل فيديوهات على انستجرام تقريبا من شهرين بالظبط. والفكره اول فيديو نزلته انا حرفيا كنت خايف انزله، كنت حاسس ان الفيديو ده هيعمل لي مشاكل كتيره جدا. الفيديو عباره ان انا كنت في معمل وبصور التجربه اللي انا بشتغلها في المعمل، وهو في جامعات او في دكاتره بيمنعوا التصوير في المعامل، بس انا كنت بصور عادي. فانا حطيت الموبايل، انا كنت قاعد في الاول فالموبايل كان باين، فالدكتور معدي من ورايا شاف الموبايل وقال لطفي والفيديو، يعني الفيديو نزلته وانا كنت خايف ان الدكتور اصلا يشوف الفيديو. فانا الفيديو اصلا انا مش عايز انزله على تيك توك مثلا، التيك توك عندي فيه ممكن يظهر لدكاتره بسهوله، فانستجرام انا عندي تقريبا 100 فولور وكلهم صحابي، فواي نوت ان انا انزل فيديو كده كده هو مش هيوصل لحد. عايز اقول لكم ان الفيديو دلوقتي قرب على المليون، وده اول فيديو انا نزلته وهو اكتر فيديو انا كنت خايف منه. الفيديو ده قرب على المليون، والفكره بقى ان الدكتور شاف الفيديو، والغريبه ان الدكتور ضحك وعجبه الفيديو وقال لي ان هو ما عندوش اي مشكله. طب انا كنت خايف ليه وخايف من رد فعل الناس ليه اصلا؟ اقول لك مثلا مثال تاني، انا مثلا كان نفسي اعمل على تيك توك زي شورت فلوج كده احط فيه مثلا اليوم بتاعي. انا في كليه صيدله فكان نفسي ابين المعمل انا بعمل ايه في المعمل، حاجات يعني حاجات مش كله بيبقى عارفها، ممكن حاجات تكون مهمه لحد، حاجات عايز يشوفها. فانا كان عندي فكره ان انا هعمل فيديو الشورت فلوج ده. انا حاسس ان هو مش هيبقى كويس، هو مش لاقي عليا، ولكن هي حاجه كويسه وما بقاليش بيها من نفسي. وفعلا بدات ان انا انزل الشورت فلوج ده، واللي اتفاجئت منه ان هو عجب الناس جدا، عجبهم عن الفيديوهات العاديه. وبيخلي الناس يعني مثلا انت مثلا لو نزلت فيديو جاب لك مليون مشاهده، ممكن اللي شاف الفيديو ده خلاص هو شافك عشان الفكره اللي في الفيديو قلب. لكن لو عملت فلوج وكلام انت بتتكلم فيه، لا الفيديو حرفيا كنت منزل فيديو مثلا يجيب لي 500 فولور 600 فولور، ده فيديو واحد. فده الفيديو اللي انا كنت خايف انزله. فحرفيا انت ما تهمش راي الناس، اهم حاجه تبقى شايف الحاجه اللي انت بتعملها كويسه. وطالما انت شايف الحاجه اللي انت بتعملها كويسه مش هيفرق معاك راي حد. وهم فعلا نفسهم يوصلوا للي انت واصل له، بس هم مش عارفين، فعشان كده بيحبطوا فيك. او اصلا هم ممكن ما يكونش انت في دماغهم، يعني هم مش عايزين، هم مش هيتريقوا عليك، بس انت حاطط في دماغك ان هم يتريقوا عليك. فانت ما بتعملش الحاجه عشان يعني اكيد انت وصل لك الفكره اللي انا عايز اقولها لك. ودي يعني جايه من ظاهره اسمها سبوت لايت افكت او تاثير الكشاف. انت دايما حاسس ان انت في الفوكس، ان انت الناس كلها مركزه معاك، مع ان اصلا محدش مركز معاك. او ممكن مثلا الناس تشوف الفيديو بتاعك تسكرول زي ما انت بتقلب في اي فيديو عجبك خلاص هتتفرج عليه، فيديو ما عجبكش تعمل سكرول وتكمل ولا كانك شفت الفيديو ده، فعادي يعني. ولو انت بقى مثلا شايف ان ممكن حد اللي بيتريق عليك ده او اللي انت خايف انه يتريق عليك، حرفيا هو بيحاول يحبطك، لان هو في اقل فرصه يعني اللي انت الحاجه اللي انت بتعملها دي هو نفسه يعملها. ففي اقل فرصه مثلا ان هي تظبط معاه مره، او مثلا يحس ان هو يقدر يعمل كده هو بيحاول. فهو طول ما هو الموضوع مش ماشي معاه هو حاول يحبطك انت. فانت دايما تعرف ان انت في حاجه كويسه، انت بتعمل حاجه كويسه مش حاجه وحشه. حاجه اللي انت خايف منه، يعني الشخص او المجموعه من الناس اللي انت خايف ان هم ياخدوك بقى مسرح ويتريقوا عليك، هم دول حرفيا هم الناس اللي نفسهم يعملوا اللي انت بتعمله. يعني انا الحمد لله انا بادئ على انستجرام تقريبا من شهرين، في الشهرين دول جمعت تقريبا بتاع 5 مليون مشاهده، وصلت ل 2500 فولور، ده في شهرين. يعني اصلا دي المفروض انت في البدايه بيكون الموضوع عندك صعب، انا الحمد لله الموضوع عندي في البدايه يعني اول فيديو نشرته تقريبا دلوقتي داخل اهو على المليون الحمد لله. ودي حاجه انا كنت خايف منها. برضو هقول لك حاجه تانية، عشان الحاجه اللي انت نفسك تعملها دي لو ما عملتهاش، يعني لو جيت مستقبلا كده بعد 10 20 سنه ولقيت غيرك عامل حاجه اللي انت نفسك تعملها دي، وانت نفسك كان عندك فرصه وكان عندك شغف وما عملتش الحاجه دي، فانت حرفيا هتقعد تندم وتقعد تقول ده انا كنت هعيش حياه مختلفه لو انا بس كنت فكرت ان انا ما ركزت مع راي الناس واركز في الحاجه اللي انا بعملها واعمل حاجه اللي انا بحبها. كان زمان دلوقتي حياتي متغيره. شوف انت بقى حياتك، يعني انت حتى لو انت ما وصلتش فانت هيبقى اسمك في المستقبل انا والله سعيت وما وصلتش، بس مش هيبقى اسمك ان انت شخص ما كنتش عايز تعمل الحاجه دي بسبب ان انت خايف من رد فعل الناس. وهل بقى الناس هتنفعك ساعتها في الوقت ده؟ هل الحاجه اللي انت كان نفسك تعملها وما عرفتش تعملها بسبب ان انت خايف من رد فعل الناس، هل بقى راي الناس ده نفعك في الوقت اللي انت فيه ده؟ اكيد لا. وهتقعد يعني الثلاث اربع سنين انت كنت خايف تعمل فيهم حاجه بسبب رد فعل الناس، انت هتقعد قصادهم عمرك كله بتتندم على الوقت الضايع. فانا عايز اقول ان فعلا راي الناس مش مهم، ولكن مش كل الناس. يعني اكيد في ناس يعني رايها يبقى مهم، الناس اللي هي بتحبك صحابك القريبين منك جدا دول مش كل حاجه هيقولها لك هيكون فعلا ان هم
بيحبطوا فيك، لا هم فعلا ممكن يكونوا بينصحوك. اهلك مثلا ممكن يكونوا في حاجات هم شايفينها انت مش واخد بالك منها، فدول بينصحوك. لكن لما تحس ان في شخص كده، يعني انت عارف ان الشخص ده بتاع كلام وجاي مثلا يقول لك ده انت مش عارف ده فوقك منه، كبر دماغك منه، واعمل له اصلا بلوك وريح نفسك، عشان او ما تعملش بلوك، خليه يتفرج عليك ويتفرج على النجاح. فكل اللي عايز اقول لك ان انت تبدا في الحاجه اللي بتحبها، بعيدا عن رأي الناس، بعيدا عن هما شايفين فيك ايه. طالما انت مؤمن بحاجه اللي انت بتعملها وشايف ان انت ما بتقلش من نفسك او من كرامتك، ودي حاجه بتليق فعلا بيك، حاجه بتليق بيك ومش حاجه حاجه. بص، دايما انا مقتنع الحاجه اللي انت تقدر تشوفها قصاد اهلك وقصاد صحابك دي حاجه فعلا الكويسه. لكن لو انت ناشر فيديو خايف ان حد يشوفه مثلا، فانت عارف ان ده حاجه انت عاملها مش لايقه بيك، فمن الاحسن انت ما تعملش اصلا. عامه سلسله فيديوهات بدون مونتاج دي هتبقى فيديوهات كده مش طويله، وهحاول ان انا اعمل فيديوهات كتيره شويه الفتره دي، بس انا للاسف مضغوط جدا، وعارف ان انا القناه دي ماسكها كده وراميها على جنب. ولكن انا هحاول ان انا ارجع، وهرجع ان شاء الله رجعه قويه. بس فيديوهات بدون مونتاج دي هتبقى فيديوهات كده خفيفه من غير مونتاج بقى. المهم مش المونتاج، المهم الفكره اللي توصل لك، الفكره انت تاخد الفكره، هي دي بجد الحاجه الكويسه، ان انت في فكره معينه انت عايز توصل لها وخدتها. بس المونتاج ده اي كلام. بس قولوا لي، هل فعلا في حاجه انتوا كنتوا عايزين تعملوها وخايفين من رد فعل الناس؟ هستنى اشوف تعليقاتكم.